والهريفي حقيقة يعني من اللاعبين المميزين والممتازين. وفي نفس الوقت أنا في اعتقادي من أبرز المباريات اللي لعبها فهد الهريفي في حياته الرياضية، أنا في اعتقادي مباراتين لعبها مع نادي النصر أنا لن أنساها أبدا. مباراة ما أعرف بالضبط في سنة كم، أعتقد كانت نادي النصر مع شقيقه نادي الهلال، وأعتقد أنه الهريفي كان يلعب هالمباراة بمستوى راقي جدا 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 على عادته، ولكن هالمرة تألق فنيا أكثر، لدرجة أنه أذكر في الجهة اليسار بالنسبة لنادي النصر، اليمين بالنسبة لنادي الهلال، وكان مرمى نادي الهلال في الجهة الجنوبية، مسك كورة وعمل بعض الحركات الرائعة فيها، بحيث أني أذكر الجرائد المحايدة والصحفيين المحايدين نزهة أشادوا فيها وتكلموا عنها لمدة طويلة جدا جدا، والناس المنغاضين واللي ما يسرهم أي نادي يبرز وخاصة في نادي النصر كتبوا عنها بكتابات غير لطيفة، ولكن تنبع من القهر، تنبع من الألم. يعني حركة حركت الأقلام حوالي سنة وسنتين، فهذه الحركة أعتقد والرائعة مع الكورة وسكن الهريفي، وبعد ذلك تخلص منها، واعتقد صنع منها هدف وسجل منها هدف بعدها مباشرة. أنا أتمنى أن نشوفها في اللقطة هنا. كابتن المتألق فهد الهريفي انه يروها الجمهور فعلا، لانها نادرا ما يكون لقطه مثل هذه، يعني اشتغلت الكوره مع الموسيقى مع فنياتها مع الموهبه، اشعلت اقلام فاهمه بالتحدث، واغاضت اقلام لا تتكلم الا بالعاطفه، وخلت بشتى تتكلم عن هذا الشيء لمده 2 أو 3 سنين.